الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده كيكه الملحه. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. هجهز هنا الخلاط، هحط فيه كوبايه لبن عاديه بدرجه حراره الغرفه، عليهم بيضتين برضو بدرجه حراره الغرفه. انا هبتدي في المواد السائله الاول، وعليهم نص كوبايه زيت نباتي او زيت زيتون، وكمان هحط عليهم معلقه كبيره خل، وهبتدي اضربهم في الخلاط حوالي 3-4 دقايق. ده شكل الخليط بعد ما ضربته. عندي هنا بقى المواد الجافه، هنا دول كوبايتين دقيق، عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، وكمان معلقه صغيره سكر، وهقلبهم كده مع بعض. طبعا الدقيق عندي منخول. هبتدي اصب الخليط السائل على المواد الجافه واقلبهم كويس لحد ما اضمن ان الدقيق عندي ما بقاش فيه اي تكتلات وبقى كله تجانس واحد. انا قلبتها كويس وده قوامها. لو حسيتوا ان هي سميكه شويه ممكن تقدروا تخففوها يا اما بلبن يا اما بميه. انا هحط بقى البهارات اللي عندي المنكهات، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره زعتر، وتوم باودر، وبصل باودر، ورشه فلفل اسود. هقلبهم برده كده كويس مع بعض. والخضروات اللي عندي جزر مبشور وفلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وعندي برده نوعين من الزيتون اسود واخضر منزوع من البذر، برده هقلبهم كويس. واخر مكون عندي علبه جبنه فته صغيره. معلش القط عندي هيتجنن على ريحه الاكل، بفكر الاكل ده ليه. هقلبها كويس عشان بس اضمن ان الجبنه امتزجت مع الخليط. وطبعا انا في الوقت دوت مشغله عندي الفرن مسبقا عشان لما ادخلها ما تاخدش عندي وقت في السوا. انا قلبت الخليط كويس. عندي هنا صينيه اللي هدخلها الفرن، دهناها القاع بتاعتها والحواف بزيت ومبطناها بدقيق. هبتدي اصب فيها الخليط كده بسم الله. هدخلها بقى الفرن من تلت ساعه لنص ساعه، كل واحده وحسب الفرن بتاعتها. بعد كده هطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. في بس خطوه اخيره قبل ما ادخلها الفرن، دي خطوه اختياريه. هرش بس كده على الوش رشه موتزاريلا، لو مش حابه مفيش مشكله، بس هي بتعلي التست وبتخلي طعمها احلى. استوت معايا، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب المكان. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.